الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. مستمرين معاكم في سلسلة الأبراج المحيرة، وهي زي ما عرفنا الشخص المولود بين برجين وبيجمع بين صفات البرجين دول. اتكلمنا عن كل برج منهم بالتفصيل، وعرفنا إنهم أشخاص مختلفة جدا ومميزة بشكل ملوش حدود، وده لأنهم بيجمعوا بين الصفة وعكسها. عشان كده عندهم تناقض غريب في شخصيتهم بيخليهم ناس ملهاش حل، وفعلا وجودهم في حياتك كنز ولازم تحافظ عليه. معادنا النهاردة مع برج العقرب قوس، ودول الناس اللي بيتولدوا يوم 20 21 و22 نوفمبر. هنبتدي الأول بصفات البرجين دول، وطبعا هنبتدي ببرج الغرام والانتقام، النار والمية، الحب والكره، الحنية والقسوة، ودي كلها صفات برج العقرب زي ما انتوا عارفين. تعالوا مع بعض نفتكر اللي قلناه عن برج العقرب الحلقة اللي فاتت. قلنا عنه انه غامض وذكي وعنده كاريزما زي المغناطيس بتشدك ناحيتها، متعرفش تقاوم سحره وجماله ولا تقاوم شخصيته اللي كلها تناقضات غريبة بتخليك تحتار فيها، لكن في نفس الوقت ما تقدرش تستغنى عنه. حنين لكن بشروط، يعني عشان تحس بحنيته لازم تكون واضح وصريح معاه من البداية. ما بيحبش اللوع ولا الحال المايل، ماشي في حياته بطريقة خد وهات، مخلص لحبيبه طول ما حبيبه مخلص ليه، لكن لو حس بالغدر والخيانة أو إن حبيبه ناوي يبيعه بينتقم منه أشر انتقام، ويا ويله اللي يقلب عليه صاحب برج العقرب. أما برج القوس فده أبو الكرم والرومانسية، تحس إنه زي الفراشة الاجتماعية، بيعشق الحرية والمغامرة والسفر بيجري في دمه، نشيط قوي بيحب الشغل زي عينيه ويعتبر أهم حاجة في حياته. متفائل جدا ودمه خفيف موت، بيحب الهزار والضحك وشخصيته كوميدية بامتياز، يحب الصحاب واللمة ويحب يساعد الناس ويقف جنبهم، المحتاج والضعيف بيلاقي اللي عايزه عنده وما بيبخلش عليهم لا بوقته ولا بجهده ولا بماله. الحب نقطة ضعفه، بيسكن حبيبه في برج عالي ما يعرفش يعيش من غيره، لكن عيبه في الحب إنه بيقدس حبيبه زيادة عن اللزوم وبيبقى أهم حد في حياته. عنده ذكاء عاطفي ملوش حدود، ودود وعطوف، لين القلب وجميل الطباع. الشخص ده بيجمع بين قوة اللي واخدها من برج العقرب واللين اللي واخده من برج القوس، جريء من غير تهور، مفكر من غير عقد. عنده مرونة مش موجودة عند حد غيره من الأبراج التانية، أهدافه واضحة وكلامه فعلا ما بيحتملش معنيين. لما بيحدد هدفه بيركز عليه قوي ويرمي عليه السهم، عشان كده هو اسمه برج القوس. بيحقق هدفه بمهارة تخليك محتار هو عمل كده ازاي. بيعرف يستغل الفرص قوي ويختار الوقت المناسب والشخص المناسب والمكان المناسب، علشان كده هو بيخطط لحياته كويس جدا وبيعرف يعمل امتى وفين كل حاجة عاوز يعملها. أما عيوبه ودي طبعا واخدها من البرجين هي الغضب الشديد، لكن بيجي بعد صبر طويل، بيتأثر بالمواقف جدا ومش سهل تعدي عليه أو يخرج منها بسهولة. صريح أوي لدرجة تغيظ، وصراحته بتزعل ناس كتير منه لأنها بتبقى زيادة عن اللزوم. قماص جدا وبيحوش لك جواه، عنده حصالة كبيرة بيحط فيها كل المواقف اللي مزعلاه منك من ساعة ما عرفك، عشان كده ركز معاه قوي وخلي بالك من تصرفاتك. ما يعرفش اللف والدوران ولسانه عامل زي المبرد، ممكن يرميك بكلمة تحرق دمك ويبصلك ولا كأنه عمل حاجة. ما عندوش دبلوماسية
ولا كياسة في التعامل مع الناس. ما يعرفش يخبي حاجة جواه ولا يحتفظ بسر، عشان كده برضو خلي بالك ما تقولوش على حاجات تقيلة تخليه في يوم من الأيام يتكلم فيها أو يحكيها للناس. وفي حتة العناصر، الشخص ده بيجمع بين عنصرين، المية والنار. المية من برج العقرب والنار من برج القوس. وطبعا العنصرين دول بيخلوه شخص محير شوية، وبجد الناس ما تعرفش تتعامل معاه ازاي، ولا تحدد شخصيته ولا نقط ضعفه وقوته. نروح بقى للكواكب الحاكمة، وصاحبنا ده بيحكمه كوكبين. كوكب المشتري اللي بيحكم برج القوس، وده كوكب الحظ والفرفشة، وده اللي بيخليه عنده حظ كبير، وبيخليه مرح وبيحب السفر والمغامرة وصحابه كتير وحبايبه أكتر. بيحكمه كمان كوكب المريخ اللي بيحكم برج العقرب، وده كوكب الحرب وسفك الدماء، ده اللي بيديله القسوة وبيديله اللسان السليط. عشان كده لما تتعامل معاه أعرف إن هو عنده حاجتين عكس بعض، كوكب بيديله حظ وفرفشة، وكوكب بيديله نار وغضب. فخلي بالك، علشان هي دي نقطة ضعفه اللي لو انت عرفتها هتقدر تتعامل معاه كويس وتكسبه حبيب وصديق. كده احنا خلصنا حلقتنا عن البرج المحير بتاع النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم عن برج تاني بيحير الناس معاه ونحلل شخصيته. استنونا في الحلقة الجاية، هتوحشوني.